وهو مستغل إن صاحب المغسلة مش واخد باله. الحرامي المحترف سرق بدلة مدير البنك، بعدين ركب كاميرا صغيرة جدا في زرار البدلة ورجعها تاني لمكانها من غير ما حد ياخد باله. مدير البنك لبس البدلة وهو مش حاسس إن في كاميرا بتراقبه، وفضل يتباهى قدام الزباين ويقول إن نظام الأمان بتاع خزنة البنك هو الأفضل في العالم. قال إن علشان باب الخزنة يتفتح لازم بصمة صباعه تتسجل في نفس اللحظة اللي صوت نائبه بيتعرف عليه. لكن حتى لو حد قدر يدخل الخزنة مستحيل يسرق المجوهرات اللي جواها، لأن كل خزنة معمولة من زجاج مضاد للرصاص ومحتاج نص ساعة علشان تتفتح. وكمان أول ما حد يدخل أوضة الخزنة المستشعرات الفوق صوتية بتكشفه وبتشغل الإنذار فوراً. بس بما إن جيمي حرامي من الطراز العالي فكان محضر خطته من بدري. هو وشريكه اتنكروا في زي ضباط شرطة ودخلوا حفلة كانت مقامة في البنك. جيمي مسك كاس وفيها نبيذ وعمل نفسه اتزحلق بالغلط ووقع الكاس كله على بدلة المدير، وأثناء ما كان بيساعده ينظف البدلة فك الكاميرا بكل احترافية من غير ما المدير يحس. بعد كده جيمي راح ورا المدير للنادي الرياضي، وبعد ما المدير مشي رجع جيمي يشيل الشرايط الشفافة اللي كان لازقها قبل كده على مقابض الأجهزة وقدر ياخد بصمات المدير. وبمعدات احترافية اخترق موبايل نائب المدير وسجل صوته، بس بالرغم ان معاهم البصمة والصوت لسه الوقت ما جاش لفتح الخزنة.